التنافس في الرياضة زي معظم الحاجات اللي في الدنيا بدأ في مصر، وده ظهر في نقوش في كهف السباحين في هضبة الجلف الكبير في محافظة الوادي الجديد. والنقوش ادتنا معلومات عن ممارسة الناس في الوقت ده للسباحة وكمان للرماية، وده مش من أيام المصريين القدماء بس، ده من أيام المصريين القدماء قوي قوي، من 10,000 سنة، يعني قبل بنى الهرم بحوالي 7,000 سنة. وطالما في رياضة يبقى في تنافس، والتنافس خلى أي حد على مر التاريخ دايما عايز يكسب. الفوز دايما كان بيبقى معناه فلوس أكتر أو شهرة أو مكانة عند الملك، وساعات أصلا كان ممكن ينقذ حياة المتنافس زي أيام مصارعة الأسود والجلادياتورز في الإمبراطورية الرومانية. كان في رياضات كتير زمان الخسران فيها بيخسر حياته كلها. بسبب كده في الفترة دي الرياضي كان مستعد يعمل أي حاجة عشان يكسب. الرياضة ساعتها ممكن تكون كانت ممتعة للي بيتابعها، بس كانت معركة بقاء للرياضيين نفسهم. بس في العصر الحديث اللي المكسب والفوز فيه مش دايما بيأثر على حياة اللاعب، المفروض إن العادي إن كله يتعامل بروح رياضية، كله يحاول يكسب بشكل شريف من غير غش أو أذية للمنافس. بس للأسف مش ده اللي بيحصل على طول.